السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ نتكلم في أول توبيك حقيقي موجود في لغة دارت، ألا وهو الداتا تايبس والفاريبلز. لو أنت لسه أول مرة تكتب كود فركز معايا جدا في الفيديو ده، لأن هيكون بمثابة أساس ليك في باقي البلاي ليست إن شاء الله. أول حاجة، يعني إيه فاريبل؟ تخيل دلوقتي إن أنت عندك صندوق. الصندوق ده له اسم، وكل ما تحط فيه حاجة تقدر تستخدمها بعد كده. في البرمجة الصندوق ده اسمه variable. الفاريبل ده هو مكان في الذاكرة بنخزن فيه الداتا بتاعتنا، عشان لما تيجي مثلا تتسأل في انترفيو يقول لك يعني ايه variable، فانت بكل بساطة تقول له ان هو مكان في الذاكرة عندي بنخزن فيه الداتا اللي احنا بنديها له. طيب شكل المتغير بيبقى ازاي؟ لو احنا جينا بصينا هنا هنلاقي ان احنا هنا عاملين ايه. اول حاجة انت ده هو نوع البيانات بتاعتي. بعد كده ايدج ده اسم المتغير بتاعي. بعد كده القيمة اللي احنا خزناها اللي هي قيمة المتغير. فانا هنا كأننا بنقول له ايه، اعمل صندوق نوعه ارقام صحيحة. هنعرف ان الانت ده خاص الارقام الصحيحة ويخسر لكلمة انتجر. فانا دلوقتي بقول له اعمل صندوق نوعه ارقام صحيحه واسمه ايدج وحط فيه الرقم 20. فده بالنسبه للفاريبل. تمام يا شباب. طيب يعني ايه داتا تايب؟ الداتا تايب هي نوع البيانات اللي المتغير بيبدا يستقبلها. مش اي متغير ينفع نحط فيه اي حاجه. زي ما ينفعش مثلا تحط عصير في كيس سكر، لا، لازم كل حاجه تتحط في المكان الصح بتاعها. طيب انا دلوقتي ازاي هنشئ متغير؟ انا دلوقتي فتحت الفيجوال ستوديو بتاعي. بعد كده انا قلت دلوقتي ان اول حاجه ببدا اعملها في كتابه المتغير ان انا اديله النوع بتاعه. فانا ضربت مثال دلوقتي وقلت مثلا انت ده اللي هو خاص للارقام الصحيحه. بعد كده ببدا اديله اسم، فانا سميته مثلا ايدج. بعد كده قلت له ايكوال دي اللي هي علامه اليساوي، ان انا هديله قيمه معينه. اللي بيجي بعد اليساوي فهي القيمه اللي هتتخزن في المتغير ده، وليكن مثلا اقول 23. فانا كده عملت متغير اسمه ايدج نوع ارقام صحيحه وخزنت فيه قيمه 23. الانت هي دي اختصار لكلمه انتجر، ودي بتشيل الارقام الصحيحه يعني من غير فاصله عشريه. يعني ما ينفعش دلوقتي احط فيها رقم 10. يعني دلوقتي لو انا جيت هنا حطيت مثلا 23 هيقبلها. لو حطيت مثلا سالب 23 برضه هيقبلها، لان السالب 23 او ال 23 او الارقام الموجبه او الارقام السالبه في العموم هي ارقام صحيحه. لكن دلوقتي لو انا جيت اديله مثلا 22.2 هو مش هيقبلها. ليه مش هيقبلها؟ لان الانتجر او الانت بتشيل اعداد صحيحه بس، ملهاش ان هي تشيل ارقام عشريه. فانا لو وقفت هنا هيقول لي a value of type double. دلوقتي ال الرقم ده اللي هو الرقم العشري ده بيشتغل في دبل، والدبل ده تاني نوع داتا طيب موجود عندي، وده الخاص بالارقام العشريه. فانا دلوقتي لو جيت اشيل انت اسميها دبل، فهو بالنسبه له هيقبل. مفيش اي ايرور. ليه مفيش اي ايرور؟ لان الدبل هي الخاصه للارقام العشريه. طيب دلوقتي لو انا جيت مثلا اشتال الرقم العشري ان انا حطيته وسبت رقم صحيح، ليه دلوقتي الدبل ما جابليش اي ايرور؟ لان ببساطه لو انا جيت دلوقتي عملت برنت للاتش، الكومبايلر هيشوفها كده. يعني هو دلوقتي هيشوفها 22.0، هو هيشوفها رقم عشري اصلا. فانا دلوقتي لو جيت عملت رن هيطبعوا لي 22.0. يعني هو شايف الرقم كده، اي رقم بيتحط هنا في الدبل هو بيشوف رقم 10 حتى لو انا حطيته رقم صحيح. تمام يا شباب. فده بالنسبه للدبل. فالدبل هو بيشيل الارقام العشريه، واي رقم يعني حتى الرقم الصحيح لو حطيته فهو يشوفه رقم 10 حتى لو انت ما حطيتش فاصله بعد الرقم الصحيح. نيجي بعد كده للسترنج. والسترنج ده خاص بالنصوص. اي كلام انت عايز تكتبه لازم أن تحط بين حاجتين. يعني في سنتكس كده، والسنتكس يعني الطريقه النحويه اللي انت هتكتب بيها التوبيك ده. فانا دلوقتي علشان اكتب سترنج بالشكل الصحيح بقول مثلا سترنج، واركز ان الاس تتكتب كابيتال، لان في السي بلس بلس مثلا لو انت اتعاملت معاها قبل كده فلازم تكتب الاس سمول. بعد كده ببدا ان انا ادي الاسم بتاع المتغير ده اللي هو من نوع string، واقول مثلا name، وبعمل equal زي اللي عملته في الدبل والانت بالظبط، بس انا هنا غيرت نوع البيانات بتاعته وسميتها string. دلوقتي علشان ان انا اكتب نص في لغة دارت لازم احط النص بتاعي بين حاجتين، يا اما single quotation بالشكل ده كده، يا اما double quotation. طيب اكتب single quotation ودبل quotation ازاي؟ تضغط shift وبعد كده حرف الطاء في الكيبورد عندك. فانا مثلا ممكن اقول خالد. طيب انا دلوقتي علشان اطبع المتغير ده ببدأ اقول print
والبرنت ده هو الستيتمنت عندي اللي مسؤول عن الطباعة، واقول نيم. فانا دلوقتي لو عملت رن فيبدأ دلوقتي ان هو يطبع لي القيمة اللي متخزنة في الفاريبل اللي اسمه نيم. طيب انا دلوقتي لو انا نسيت وما حطيتش مثلا علامة التنصيص دي اللي هي السنجل كوتيشن، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي ايرور. ليه ايرور؟ لان السنتكس بتاع السترنج في طريقة الكتابة يقول لك لا، انت لازم تحط سنجل كوتيشن في او دبل كوتيشن في النص اللي انت هتكتبه. علشان كده انت لو قرأت المسج اللي هو سايبها لك على الايرور ديت هيقول لك لا، ان انت كاتب بالطريقة الغلط، ولازم تحط خالد اللي انت كاتبها هنا بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. فده بالنسبة للسترنج. عندي رابع حاجة وهما الداتا تايب، عبارة عن 4 أنواع، ورابع نوع فيهم البول أو البوليان. البوليان ده نوع منطقي بيشيل قيمتين بس، true أو false، مفيش قيمة تالتة. يعني مثال، أنا دلوقتي لو قلت بول is student وقلت مثلا true، هو البول ما بيشيلش أصلا غير حاجتين، يا true يا false. فأنا بسأل هل ده طالب؟ نعم أو لأ. فهو الإجابة هنا مش متحملة أكتر من إجابتين، أو السؤال هنا مش متحمل أكتر من إجابتين، يا true أو false. فأنا دلوقتي لو قلت هنا print وقلت as a student وعملت run هيطبع لي إيه؟ true. طب لو أنا جيت هنا مثلا غيرته وقلت مثلا false هيطبع لي false. وده معناه إن المستخدم مثلا ان هنا الطالب هل هو طالب او لا. طب احنا بنستخدم بول في ايه؟ ابسط مثال، مثلا لو احنا جينا مثلا في صفحات الاثنتيكيشنز لما نيجي نعمل او نتعلم فلاتر، ونيجي مثلا ممكن نعمل ستيتمنت كده ونقول مثلا ايه از لوجن ان، هل مثلا ده مسجل او لا؟ نعمل فولس او ترو. لو اداني فولس لا، فهو ما سجلش على الداتابيز عندي او قاعده البيانات بتاعتي. طب لو جاب ترو لا، هو موجود عندي بالفعل. ويكون كده احنا اتكلمنا عن 4 انواع اللي موجودين في الداتا تايبس في لغة دارت. وان شاء الله هنتعمق فيهم اكتر الفيديو الجاي، وهنتعرف ازاي نحول من دبل لانت ومن انت لدبل في الفيديو الجاي ان شاء الله. نشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة.